شوفوا هالفيديو. من عادات أهل تونس والمغرب إنه الرجال بيهدي مرته في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك مبلغ من المصاري، يعني مبلغ من المال، أو بيشتري لها ذهب. ها اسمه حق الملح. فأنت يا عزيزتي، هل وصلك حق الملح أو بعدك عم تحلمي فيه؟ هلا شوفوا النسوان شو معلقين على الفيديو. لا أنا حرام، جاب لي 5 كيلو ملح. وصلني الملح بس حقه ما شفته. كني بدي كتر ملح بالطبخ مشان يحس. الثانية بتقول يهديني سكوته بكفيني. بلا جاب لي كيس ملح كبير بكفيني لرمضان الجاي، الله يرزقه. معه ضغط ما بيعطي حق الملح. تسواهم بتقول يعطيني حق التعب اللي عم اتعبه وما بدي حق الملح ولا حق السكر. هو يكفيني عصبيته برمضان وانا بعطيه حق الملح؟ حرام. والله إلي 11 سنة متجوزة، ما جاب لي ولا قطعة ولا مصاري، وبالعيد بيعزمني على المطعم وبدفع حق الوجبة من عيديتي. تتحورقي ام فضيحة. بعثت لجوزي قلت له بدي حق الملح، قام قال لي خدي مصاري وروحي على السوبر ماركت جيبي ملح وارجعي. والله الهيئة نسوانكم مليان قلبن منكم. والله ليطلعوا هالرمضان من عيونكم، انتو بس استنوا للعيد.